ألف لام ميم. ألف لام ميم. هو يعني ايه ألف لام ميم؟ حاميم. حاميم يعني ايه حاميم؟ ما هي الأحرف النورانية القرآنية؟ وفي حاجة اسمها أحرف نورانية قرآنية؟ نعم، في أحرف قرآنية نورانية وعددها 14. قبل ما أخش في أي كلام عايزة أنوه وأكد إن أنا مش شيخة وكلكم عارفين ده، ولكن قررت إني أنا أطلع ألفت نظركم من وجهة نظري البسيطة المتواضعة وتجاربي مع القرآن الكريم بإحساسه وشفافيته ويقيني وإيماني فيه. وبرضو كلكم عارفين إن مفيش حد على وجه الأرض عارف يفسر القرآن الكريم الصحيح أو بالطريقة الكاملة، كلها اجتهادات من شيوخنا الكرام سواء عايشين أو راحوا عند اللي خلقهم، وليهم كل الحب والود لأنهم أكيد حاولوا ينوروا عقولنا لحاجات كتيرة جدا. يعني كله بيجتهد، وفي بعض الآراء اللي فيها اختلافات كتير، ولكن أنا النهاردة هاخدكم في حتة تانية خالص مع الأحرف النورانية القرآنية. هي ليه سميت الأحرف النورانية؟ لأنها مثل البدر في كماله، تضيء القلب لينير العقل. ألف لام ميم بالنسبة لي وإحساسي بيها هي لإزالة الألم أيا كان نوعه وشكله، جميع الآلام مهما كانت تكون. ألف لام ميم هي الداء لكل دواء، هي الأرواح التي تضيء بها أي ألم، حروف الشفاء لكل مريض، هي الفرج لكل كرب، هي البداية لكل نهاية، هي الأمل لكل يأس، هي المعجزة التي لا يحصل عليها العبد إلا تيقنها، وعندما تيقنها أضاءت بها قلبه لتنير قلبه وعقله وروحه. ألف لام ميم هي الإعجاز في فك أي إنجاز عجزت أنت عن تحقيقه. ولو كنتم مهتمين جدا ببقايا الحروف وعبارة عن إيه من وجهة نظري اللي أنا بستخدمها في قلاداتي وقراءاتي وأي مساعداتي لأي حد إذا رب العباد جعلني سبب ليه، هتكتبولي في الكومنتات وهتعملوا شير للفيديو. فكروا في كلامي وعقلوه وتدبروه، ولو بدأتوا من أول ألف لام ميم سورة البقرة لآخرها هتلاقوا فيها كل اللي أنا قلته بإيجاز وإعجاز. أنا مش شيخة، ولكن بقول لكم تجربتي مع صورة أو كل حرف من الصور القرآنية. لو عجبكم السلسلة دي وعايزين تعرفوا بقية مسميات أو أسرار من وجهة نظر سارة سيكريتس عن بقية الأحرف النورانية، هتكتبولي في الكومنتات لو عايزين نكمل عن بقية الحروف. ما ننساش اللايك والشير ونعمل سبسكرايب على قد ما نقدر. أظن مفيش أحسن من ذكر الله وكلامه اللي نشيره، ولا إيه؟